ما حكم تغيير الشعر من اللون الأبيض إلى اللون الأسود بالأعشاب الطبيعية؟ لا يجوز، وهذا هو المنهي عنه. هو ما سيتغير إلا بمادة، وهذه مادة، فلا يجوز تغيير الشعر الأبيض إلى الأسود بأي شيء. حتى ولو خلق الله حناء يجعل الشعر أسود ما يجوز. ما تقول أنت هذا حناء، لا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جنبوه السواد، كيفما كان السواد كان من شجرة أو من علاج كيماوي أو غير ذلك، ما دام أنه تغير الأبيض إلى الأسود فهذا محرم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي أقوام من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يرون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا. وبعض الناس يغيره إلى لون بني داكن، الناظر من بعيد لا يرى إلا أنه أسود، وإذا اقتربت منه شعرت أنه بني مقارب للسواد. هذا داخل في النهي، ولو كان أخف قليلا لكنه داخل في النهي. لماذا هذا الضجر من الشيب؟ ليش؟ أنت هذا واقعك، شعرك أبيض، هذا واقعك، هذه مغالطة، واقعك شعرك أبيض. ولئن كنت سترت الشعر فقد فضحتك أصوله، فما يلي الجلد من الشعر يظهر بياضه وإن خضبت، عسى أن يأخذ يومين أو ثلاثة وإذا بالصبغة قد نزلت وظهر البياض على حقيقته. ولا تظن أن تغيير الشعر جمال، ليس بجمال، بل والله يظهر أنه مشوه، يظهر أنه مشوه، ليس بحسن، ليس بحسن. دعك مع هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اصبغه بالحناء يكون اللون جميلا جدا. وإن وضعت الكتم فخفف، الكتم إذا زاد يجعل الشعر أسود، فإذا وضعت الكتم فخففه. وفي الحديث قال لا تنتف الشيب فإنه نور المؤمن، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. فلهذا بارك الله فيكم هذا الذي يحصل من الذي كبر سنه قارب الشيخوخة وما يريد أن يظهر منه هذا. ليش؟ هذا الشيب وقار ويدل على رجولة، وما تكمل رجولة المرء وكفاءته إلا عندما يرقى بعد 30 وما فوقها. فلا تضجر من الشيب، الشيب نور. وفقكم الله.